علا صوتك في ثنايا مسمعي، والشوق في صدري يفتت أضلعي. والله إن الشوق فاق تحملي، يا شوق رفقا بالفؤاد ألا تعين. ويا مساء الخير حبايب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير ومكملين بارت من قصتنا. بس قبل ما نبدي حبايب صلوا على النبي وخلونا نبدي. وماما الملابس بإيدي رفعتهم وعيوني مفتوحة على وسحها، مصدومة بمنظرهم، ما باقي شي منهم، صايرات قطع قطع. نزلتهم من إيدي وبقيت أطلع بباقي الملابس، ما بيهم شي بس ملابس المدرسة. جريت الجنطة مشقوقة من ظهرها وصايرة نصين. غزالة شنو هذني من مشققهن ليان؟ أو ماما هاي ملابسك الجديدة؟ روان هاي انتي شاقتهن لو واحد غيرك؟ ما أرد ولا أباوع لهن، كل عقلي صاير ويا ملابسي، عيوني متركزة على المنظر الجاي أشوفه. منو يتجرأ ويسوي هالحقارة هاي؟ معقولة توصل بيهن لهاي الدرجة؟ ما سويت لهم شي ولا أذيتهم بشي، ليش يجي أذوني؟ توازني أختل وعيوني صارت تغوش، بزات بقلبي ودقاته أحسها شقت صدري. حرت ألزم قلبي لو ألزم راسي. قعدت بالقاع على ركبي والملابس بإيدي، ما أقدر أحكي وأعبر عن الوجع الجاي أمر بي، ولا أقدر أشرح صدمتي من الموقف. كل اللي قدرت عليه بكيت عاجزة ضعيفة ضايعة مكسورة مذلولة. البنات حكن وياي سئلن رادن، ما رفعت راسي إلهن ولا رديت على وحدة من عندهن. آخر شي من شافني ما أتجاوب وياهن عافني وطلعن يخبرن نينا بالموضوع. ثواني أو دخلت نينا تركض وراها جدو. جرت نينا الصدرية من إيدي ورجعت أخذت القميص مصدومة بمنظرهن العفو. جدو باوعلي أو رجع باوعلي الملابس. تاضي يا هو عمل هالعملة. مهران أو ماما بويا يا هو عمل ملابسك هاي العملة. ما أرد شي بس دموعي تنزل، ما أتحمل كل هذا القهر، هذا حد صبري. طلع جدو من غرفتي ووقف بالباب وعاط بصوت فزز حتى النايمين. الكل طلع على صوته يركض. مهران ياهو منشن عملت هاي العملة؟ شيخة شنش صاير يا عملة؟ مهران يا هي تتجرأ وتدش حجرة ماما وتشق ملابسها. نهاية يا ستار يا ربي، يا هل تعمل هيج عمل؟ قولوا يا الله. متين شنو الموضوع؟ حكى هيج ودخل علي وورا عمو سند، باوع للملابس ورجع. طلع يمهم عمو سند بقى بمكانه صافن على كمية الحقارة اللي وصلن إلها. متين كلمة واحدة غير ما أريد أحكي. سوت هاي الدناءة تقول قبل لا أذب نفط بالقصر وأحرقه هو واللي بيه. حكاية شنو تتهمونه؟ ما عندنا شغل وعمل نروح نشقق ملابس؟ كفاية يشهد علي أخو زينب، يو ادنيت الغرفة يو عملت هيج عملة. إشمالني إلا تسودني تعمل هذا العمل؟ توحيد أخاف أسير سوى هيج لأن ما اشتريتوا له مثلها. أسير لا مو أني هي صديقتي أحبها، ما أخرب ملابسها الحلوات وأخليها تبكي ابتهال. أقول لعصريته كلها يدور على مقاص أثاري يريد يشق الملابس بي. أسير والله مو أنا حباب وحلو، هي صديقتي وأحبها حتى مؤنس أبوها صديقي. حكاية يلا يا عم بسك لا تبكي، أنت مريض فدوى إلك الملابس. رفعت راسي باقية شعرة وأنجلط من كمية النذالة والحقارة. مو بشر ولا أكو بقلبها الرحمة، مستحيل. فوق ما سوون هيج بيه يردني شمرا بلاهن على عمو لأن مريض. اليوم يشمرن براس الملابس، باكر يسوون الأكبر منها ويشمرنها عليه بحجة مريض ويسوي كل شي. مسحت وجهي وقمت عليهن. الكل واقف بباب غرفتي والكل يباوع على عمو أسير وماما. الإنسان من تروح من قلبه مخافة الله يبقى كل شي يسوي، يظلم ويجور ويسرق ويطغي. وانت ما شاء الله انتزعت من قلوبكن المخافة. مو مهم الملابس وطز بيهم، يرحن 2 يجن 3 بدالهن. بس من توصلن العمو أسير هنا لازم تعرفن أني بظهره، واللي تتعدى عليه وتشمر حقارتها ونذالتها براسه أشل عيونها بأصابعي. حكاية يا عايبة يا ماما رباية واللي اشتغلتين علي. وماما محترمة أكثر منك ومرباية أكثر من بناتك اللي هنا، وبس أخذن سمكن وروحن بعيد عني وعن أخويا وعمي أو نينتي. لا تشوفون شي ليسرجن ولا يسر أهل القصر. حكاية تسمع يا مهران، تسمع يا أخويا، تالي عمري وحدة بقد زري تهيني وتغلط علي. تاضي ولكم الله أكبر واللي على اليتيمة
وين أخذها وأهج بيها؟ هجيت قبل بأبوها، وين أمشي أو أهج بيها هسه؟ وحيل ما بيه بعد. ولك يمه تعال ليا وشوف مدللتك كش عمل الوقت بيها. شلون بيا يا يمه؟ أحفر قبرك وأطلعك تاخذ حقها؟ بس رد علي. بقتني أنا تضرب على وجهها وتبكي من هارة، لزمت إيديها مانعتها تضرب نفسها. نهاية قولي يا الله بهداي هسه نفهم السالفة. ابتهال أنا ما سويتها والله، توحيد ولا أنا حكاية، حتى أنا ما سويتها. أبرار أكيد لا أني ولا بناتي، تعرفون ما عندنا هيج سوالف. مهران خلصتن إن شاء الله؟ كل شن بريات موش هيج من عيوني، موش سهلة. أياد ها عمي مهران جيب لي كتاب الله، أريد أكسر ظهرهن بيه وتطلع هي عاملة هاي العملة أنا إلها. عمو إياد راح يجيب القرآن والكل اعتراض، خايف من الحلفان. شلون يحلفهم والقرآن ما يصير ينحلف بيه، وكتاب الله إلى وزنه ومقامه، والحلفان بيه تهجم بيوت وتكسر الظهر. سند قدامي كل شي للحمام تسبحن وتجن تحلفن. توحيد شلون نحلف بكتاب الله خويا؟ قول غيرها، كلنا عندنا رجال أو جهال نكسر ظهرنا بالقرآن على شي ما يسوى. متين وحق من أنزل القرآن اللي ما تحلف وتبقى تتبقبق أحط بيها نفط وأحركها وأنعل. أبوكم يا أبو العرفني بيكم كل شن قدامي. يلا ابتهال صلي على محمد خويا. رفع عمو أصبع السبابة حطها على حلقه وقال إلها بس ولا نفس قدامي. يلا الكل راح يسبح، حتى بيبي شيخة قالت أحلف وياهن. انجمعوا بالصالة والقرآن بالوسط. أول شي اجت عم أبرار وراها بناتها حلفا وابتعدن على جهة، وراها بيبياتي كفاية وفريدة ونهاية. اتقدمت بيبي شيخة تريد تحلف، رفضت أني وماما لا بيبي لا تحلفين شيخة، ما يخالف يا جدة خليني أحلف وياهن. وماما لا مستحيل تسوين هيج شي بيوم من الأيام، حكاية وعليش تحلفين وما ترضين الشيخة الحلفان. وماما لأن هي شيخة وانتي حكاية. والله عاشت ايدش ماما. ايش قصدك ولج؟ متين يلا عمه لا تبقين تتحججين، ترى وصل حدها وبعد ما عندي صبر الهاي السوالف. حكاية حتى انت يا متين اصلا انا اللي راح احاسب لسوى هالسالفة مو خالي. حلفي يلا فضيها. عاد بيها هي بسرعة سكتت ما حكت شي، حلفت وابتعدت. رجعت عمه ابتهال حلفت هي وباقي البنات. آخر شي اجت توحيد حطت ايديها على القرآن وقالت ما سويت شي. طبعا هي هذه توحيد لقلق على قولتها يعني، وماما متقول انه توحيد لقلق، فهي اللي سوت هيك. المهم نرجع نكمل. سند قولي وهذا كتاب الله ما شقيت ملابسها، مو هيك الحلفان أحلفي مثلها. توحيد وهذا القرآن ما شقيت ملابسها ولا وصلت صوبهن. حكاية هاي الصفيرة كلنا حلفنا من وراج بعد تامرين بشي. وماما خصي من القرآن والله حسبي ووكيلي بيجن ياخذ حقي من كل وحدة كسرت خاطري، ويا رب يكسر خاطرها ويعيشها الذل بحق هو القرآن ومكانته وعظمته عند الله. ابتهال انتم عليش ساكتين عنها؟ قابلتنا وادعى علينا شنو هذا الحكي؟ مهران كل كان حلفتن وما بيدي أعمل شي بعد عبن لبتن بسد القرآن، بعد انتن ويا تتجازن وخلني أقلك إن شاء الله ما تعمل هالعملة الخايسة غير بنت الشوارع. حكاية نعم الله عليك. مهران أخذت شلباتك وأمشي من وجهي. هي سكتت ما ردت وأنا عفتهم ورجعت لغرفتي. دخلت وقفلت الباب علي، أحس قلبي قاعد يتقطع ما أتحمل بعد. قعدت بنص الغرفة وأباوع على ملابسي شلون صايرات قطع قطع. رفعت راسي للسما وناجيت ربي يا رب يتيمة أب وأم مالي بهاي الدنيا غيرك، أخذت أهلي مني ولا اعترضت على أمرك، بس لا تتركني وحيدة بينهم. يا رب أنت سندي وقوتي، أنت وحدك تشوف وتسمع اللي جاي يصير. إذا انخفى أمرهن عنه ما يخفى عنك. أريد حقي من اللي سوى هيك وكسر خاطري، ما عندي غيرك يا الله. رجعت خليت إيدي على وجهه وشبعت بكي. صار صوت صياح برا وصوت أخذ وعطى بينهم لحد ما عم الهدوء والكل راح ينام. اندق باب الغرفة قمت فتحته، دخلت نينا وعمو أسير وآراء تاضي. لا تبكين أكو رب اللي ياخذ حقك من عيونهن. وماما ما مأذيتهن بشي ولا
متقربة منهن، ليش هيج شادات وياي تاضي؟ قلت لك قبل وأرد أقول إلك هسه يكرهنك على كرهي. أسير وماما أني ما خربت ملابسك الحلوة، هن كذابات. وماما أعرف حبيبي، أعرف ما عليك بيهني ولا آراي، يعني بعد ما ترحين للمدرسة؟ وماما لا أروح وأدرس أو أدوس على روسن. نينا ابتسمت وردت علي تاضي أريدك تصيرين أقوى وأقوى، لا تخافين ولا تستحين من الما يستحي، أخذي حقك بإيدك، لا تنطرين الوادم عبن هنا يسكت يضيح حقه، لا تصيرين مثلي ما بيج خير. وماما أنت كل الخير والبركة. قمت عليه حضنتها وبستها بخدها. عمو أسير بسرعة قمز من مكانه وعاب. أسير آراي يمكن هم ملابسك خربت. آراي بدون ما يشوفن بقى يبكي بصوت عالي ويصيح أريد ملابسي أريد ملابسي، يبكي ويصيح الجنطة مالتي حذائي. أنا ونينا قمنا سريع فتحنا الخانة اللي بيها ملابسه، طلعناهن ما بيهن شي على وضحهن. هو قام وأخذن من إيدي وبقى لازمهن ويمسح بدموعه ويضحك، وعمو أسير يصفق ويصيح هي ما خربت ملابس آراي صديقي، راح يروح المدرسة بيهن. ابتسمت بقهر. إيه يا بابا تعالوا شوف، صارت أمنيتنا ملابسنا تبقى ومن نلقاهن ما بيهن شي نفرح. تحس بالحالة اللي وصلنا إلها لو بعد ما تهتم إلنا. قامت نينا تنام بغرفتها وعمو أسير راح ينام يمها. فرشت الآراي وتمددت بصفه أمسح على شعره ودموعي توقع بهدوء. خلصت الليل بطولة أبكي بدون ما أطلع صوت والغصة باقية بحنجرتي لحد ما أذن الفجر. قمت توضيت وصليت ورجعت بكيت وأنا على السجادة وشكيت لربي لحد ما تعبت. قمت لميت سجادتي وطلعت تليفوني مخنوقة أريد أحد أشكيله، ما أريد أحكي النينة كافل بيها. دقيت على فرح ما ردت، يمكن نايمة لأن الدنيا فجر. من يقعد هيج وقت؟ سمعت جده قعد للصلاة ومثل العادة يفتر على أعمامي وقعدهم واحد واحد. التليفون بعده بإيدي، طلعت من رقم فرح صار رقم عبد الله قبال مسجلته عبودي. دقيت عليه ما رد، رجعت قفلت التليفون وتمددت. بعدني هستوني غمضت أريد أنام ودق التليفون، قيمت عليه لقيته عبد الله يتصل. بسرعة رديت. عبد الله صباح الخير. وماما صباح النور. دقيت علي لو جاي أحلم؟ بلي دقيت. سلامات بيتشي؟ ما تحملت بكيت. عبد الله وماما شبيج؟ يا عيني من وياك ليش تبكين؟ وماما تعبانة سلامتك من التعب. إيش بيج من وياك؟ أحد ضوجك لو مشتاقة لوالدك؟ اثنينهن الله يرحمه ادعي له بالرحمة، جاي ادعي له بكل صلاة. من مضوجك؟ كلهم ما حد يحبني، يدورون ورايا ويأذوني، يروحوا لك فدوة. أريد أرجع أعيش ببيتنا، ما طالع بإيدي شي، لو أقدر أخذك منهم وأرجعك لبيتكم، بس هذول أهلك. حتزوج وبعد ما أرجع هناك للأبد. شنو؟ شلون؟ ما فهمت. حتزوج. من اللي يتزوج أمامة بدون شقة؟ متى أتشاقة والله؟ يمكن قبل الدوام المهر مالتي. شنو هذا الحكي أمامة؟ من وقت قررتي تتزوجين؟ مو سألتك أكثر من مرة، قلتي أريد أكمل دراسة. هو موافق أكمل. هو منو؟ هاي شبيك تعيط؟ وماما بس فهميني، ليش قلبي راح يوقف؟ منو هذا؟ ما أعرف، يصير ابن أخو المدير مالت آراي. وإنتي موافقة يعني؟ لا بس أريد أخلص من القصر، ما أتحمل أعيش هنا أكثر وماكو غير حل. جدك موافق؟ من وافقت؟ هو وافق، يعني ما عنده مشكلة إذا أحد غريب يتقدم إلك؟ لا ليش تصير عنده مشكلة يعني؟ تمام روحي نامي ارتاحي هسه، تصبحين على خير. حكى هو هيج وقفل الخط بوجهي. هذا شبيه؟ الحمد لله والشكر، ماكو أحد أحكي وياه وأشكيله. حتى عبد الله ما تحمل همي وطفر بسرعة. لا حبيبتي مو طفر، أتوقع حيجي يخطبها يعني. رجعت غمضت ونمت، ما قعدت غير على صوت سوالف عالية، بقيت مركزة بالأصوات. عرفت هذني عماتي دموع وغرام جايات، ما قمت بقيت بمكاني. دخلت نينا بسرعة، غمضت عيوني، سويت نفسي نايمة، قعدتني رادت ما جاوبت. أعرف بس أرد عليها تجبرني أقوم وأطلع من الغرفة وأني ما أريد أشوف أحد بيهم. آخر شي عافتني وقامت. أول ما طلعت دق تليفوني، شفت المتصل عبد الله، رديت. وماما. ألو ها عبد الله؟ عبد الله وماما احنا بالسلف مالتكم،
بس ما نندل بيتكم بالضبط. ياي مو قلت لكم راح يجي يخطبها؟ فزيتي قاعدة فرحانة بجيتهم. صدق تحكي أنت ومنو؟ أني وأمي وأبويا وعمر. يا الله شقد مشتاقة الخالة إلهام. احنا هم مشتاقيلك. يلا وين بيتكم؟ بس اسأل على بيت شيخ مهران، هم يجيبونك يمنا بالقلعة. ماشي دقايق ونوصل إلكم. سديتها منه وطلعت أركض النينة. قاعدين كلهم بالصالة يتغدون لأن وقت الغداء صاير، وأني ما طالعة من الغرفة. وماما نينة تاضي اسم الله يمه شمالك. وماما خالة إلهام إجتي هي وعائلتها. تاضي يا هلا بيهم. ياها قلج عبود دقلي هسه. إسلام. عبودي منو؟ النوب. تاضي هذا وليدها الصغير. يمه هلا بيهم، خليني أطلع أتلقاهم. نينا قامت فرحانة وعمو أسير يمشي وراها ويصيح أسير. إجا عبود. ضحكت فرحانة لجيتهم وفرحانة الفرح نينا وعمو. رجعت لي الحمام سريع، غسلت وجهي وفرشت أسناني وبوجهي يم باب القصر منتظرتهم أني ونينا وعمو أسير. أجت جدو لقانا واقفين، ابتسم وربط على كتف نينا بخفة وهو يقول إلها مهران روحك رفرفت على أهل بغداد. تاضي هذول أهلي وناسي، عشت وياهم عمر طويل، ليش شكيت منهم ولا شكوا مني؟ يا ريت ترجع بيا لسنين وأرجع مجاورتهم، لا تقصر بحق ضيافتهم يا مهران هلا بخطارك أحطهم بعيوني. رجع بهوى علي وضحك. مهران وانتي يا بجعة روحك مثل جدتك، طارت وما حطت. وماما كلش أحبهم من أنا صغيرة، وإحنا سوا بيت واحد. متين أقول هم شعدهم جايين. مهران شنو هذا الحكي بعد عمك؟ منش وقت تقول للخطار اشعدكم جايين العفو. متين ها لا بس أقصدش عجب جايين يعني. ماما اجوا يشوفونا. متين قلتي عبود دقلج. ايه خطية ما يندل القصر. مهران شوف لك واحد من الأولاد يطلع ينطرهم بباب القلعة. متين إسلام ها وجعاء شكو عمو شبيك؟ ما بيه امشي لباب القلعة شوفهم وأجيبهم شايلهم على ظهري لو على شتافي. مهران الصقب تحكى عدل. أوادم خطار جايين من درب البعيد شمالكم، ضاج خلقكم. إسلام مارد مشى باتجاه باب القلعة وعمو متين باوع لي أو حكى بهدوء. متين هيك تشوفين الناس؟ وماما يعني شنو؟ أقصد بدون عباية اطلعين إلهم بالبيجامة؟ أني ما ألبس عبا وعادي قميص طويل ومن زمان شايفيني بهذا اللبس. مهران خبر أبو سالم يحضر القهوة والشاي، يو تشوف وحدة من الحريم تحضرهم. ما رد عمو دخل البيت يشوف البنات يحضرون الضيافة. بين ما دخلوا يمشون وياهم. إسلام وصلوا يمنا ونينا تتسالم هي وخالة إلهام واثنين هن يبجن. أجت خالة إلهام باستني وتقول شنو هاي حبيبتي متغيرة ودبلانة ليش هيج؟ وماما من الخير. رجعنا سلمنا على عمو أبا عمر وعمر وعبد الله. جدو يرحب بيهم وأخذهم ومشى للمضيف. ونينا دخلت العفو خالة إلهام جوا. أول ما دخلنا اتلاقى ويانا عمو متين طالع نزل راسه وهو يسلم على خاله، ووراها كمل طريقه رايح لهم للمضيف. قعدنا بغرفة نينا. عمّا أبرار جابت المي ورجعت جابت شاي. رادت تصب غدا إلهم بس قالوا متغدين وما قبلوا ياكلون. ساعة كاملة رجعنا بيها لأيام السعادة والفرح، أيام الحنية واللمة الحلوة. آخر شي خالة إلهام ابتسمت وبدت بالموضوع. إلهام أسير دادة احنا جينا اليوم وأتمنى من الله ما ترجعونا. تاضي هلا بيكم وكل الهلا عيوني إلكم. إلهام والله يا عيني جيناكم وإحنا رايدين وماما العبد الله على سنة الله ورسوله. نينا باوعت لي وسكتت وأني صفنت مصدومة بالكلام اللي سمعته. بعمره ما فكرت هيج تفكير بعبد الله. إيش قد نحكي ونضحك ومرات نتزاعل ونرجع نتصالح، ولا مرة بين لي ولا حاول يتجاوز حدوده وياي. إلهام هام أسير أشو ساكتة؟ ابتهال غير انخطبت هي ومضينا كلمة للوادم. إلهام بعدكم بس كلام ما صاير شي رسمي. فدوى مؤسير وماما ابنيتي وأحبها وأريدها من هي صغيرة، ومن زمان حجيت لك على عبود شلون هاويها، ومن الفجر لي هسه متخبل علينا لأن سمع بالخطبة مالتها والله جابنا وإجا على عمه أعيننا ما يشوف طريقة بعد.
أستاذي أنا أدري يا خيه، هي غير انخطبت إلهام، تعرفين بيها مو مال تعيش بهيج مكان وتصير جنة بهيج أماكن، لا تكسرين ظهرها بهذا الزواج. هي رضت وظلت مجلبة بيه، أنا ما راضية ولا هاوية السالفة بكبرها. اندارت إلي ولزمت إيدي ورجعت تحكي إلهام: وماما حبيبتي من تلقين مثل عبد الله وهو يحبك ومشتريك فدوة تكسرين قلبه، وافقي عليه. وماما بصراحة ما أعرف، أرد لي أن تفاجأت بالموضوع، أبدا ما مفكرة بيه بيوم من الأيام. أعرف وهو ما رادش تعرفين حتى لا تتحسسين وتبتعدين من عنده، كان منتظرك تخلصين الإعدادية ويفاتحك بالموضوع. وحتى البارحة ما أدري اليوم الفجر من حكيتي وقلتي إلى على الخطبة ما حاجاك على مشاعره، يقول خفت من ردة فعلها وجابنا وإجا من الباب حكاية صلوات. الخواطيب الجر غير حلوة، والوادم هيج تريدها أشو صفيرة والركبة هالطولها، بس هي حظوظ بعد. عمة إلهام باوعت إلها ورجعت باوعت إلنا متفاجئة من كلامها. شيخة غير جنها بطة، هو مهران ما كذب من سماها بجعة، عبنها بجعة وعيونها يسون سلف. استحى على عمرك حاطة عقلك ويا اليتيمة، ابتهال. الله يزيد ويبارك بالخواطيب، أنا أفرح إلها أول الوادم، بس يا خوف يصير عليها المثل اللي يقول الكثرة خواطيبها بارت وتروح تبير وتظل على قلبي. إلهام من اللي تبور؟ وماما من كل عقلك تحكي وبعدين ليش هيك وياها؟ بعدين ما ردت، أو إجانا صوت إسلام يصيح وورا صوت جده يغلط عليه. كل احنا قمنا حتى خالة إلهام لأن صوت العياط قوي. مهران وروح أبوي يا إسلام، يوم ما كسرتك وحطيت شيلة برجلك وأخليك عايب ما أتسمى مهران. شيخة أبو أسير منا الوادم خطار عدنا، قول يا الله. دخل عمو سند يمشي سريع، رفع رجله أو ضرب إسلام شلاق وهو يقول: سند يا وادم هاي اللي تحجين عليها خزانة فضحنا قدام العالم الساقط. إسلام من كل عقلكم تحجون يومية جايبين واحد وجايين وربكم أسويها دماية. إيهاب مو وضع هذا، مو عساس خطبت شكو تسكت إني يخطبونها منك جدي، ما عندنا مرة إلهم. مهران حتى أنت طلع لك حس وقمت تتشمر علي، ولكم يا النغولة أنا إلكم يا السرسارية بسيطة صبرولي. إسلام وروح عمي لو عرفوا تشمروني من السلف بكبرة مو بس من العشيرة، ما أخليها تاخذ هذا اللي دريت المايع، ولا أخليها تاخذ كرم اللي مسوي روحها زلمة براسي. شفتوني ساكت عبالكم أخليكم بكيفكم، بس شنو نظامها اليوم الخطبة مفاجأة. مهران تريدها أنت يو شنو سالفتك؟ ابتهال لا ما يريدها. مهران انت تشب ولا كلمة، تريدها يو لا ورجينا على اللي ببالك يا النغل، خليني أعرف راسي من رجلي. إسلام لا ما أريدها، حكي هيك وباوعلي وهو مبتسم بحقارة. مهران ولك ناقص سايب، يوم ما تريدها عليش تفشلنا هالفشلة هاي. إسلام حاليا ما أريدها، بس جوز أغير رأيي وأخذها بعدين. عمو سند ركض عليه وهو بسرعة ركض صعد على الدرج. جدو باوع العمو متين اللي كان ماخذ دور المتفرج، وبلحظة حسيته قابل على سواء إسلام وعاجبه الخراب اللي جاي يصير، ولهذا السبب ما حكى شي وياه. بقى جدو يباوع له بدون ما يحكي شي. عمو متين أشر الجدو بإيده بمعنى شبيك. مهران ساكت يا كبيري. متين إذا حكيت ما راح يعجبك ولا يعجب أحد بيكم. سند يعني بشرفك ما نكضى أنا وياك ونكسره ونبطله من هذا السقوط. عمو مارد رجع جدو قال: مهران رايح للديوان، أفض السالفة ويا الوادم، ما أريد ولا كلب يجي وراي منكم أنتم هذول الاثنين، يقصد إسلام وإيهاب. جدو رجع للمضيف وعمو سند مشى وراه. إيهاب راح الغرفة وسد الباب قوي، وإسلام نزل من الدرج وراح وراهم بدون خوف. أما عمو متين طلع للبستان ما دخل للمضيف بعد. ربع ساعة ودزوا على خالة إلهام. خطية طلعت من عندنا ميتة من القهر ومن الخوف بسبب المشكلة صارت قدامها، خافت على أولادها وزوجها. خالة إلهام تمشي ونينا وياها وأني أمشي وراهن. بعدني هسه وصلت للباب الرئيسي وصار بوجهها عمو متين، رفع لي حاجبه وقال: وين؟ أودع خالة على غرفتك. واللي هنا يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهاية البارت، وانتظروني بالبارت اللي بعده إن شاء الله حبايبي، ما أطول عليكم.